إيران مش عايزة منكم دعم يا دول الخليج، ولا فلسطين ولا أهلها عايزين منكم دعم. بس هم عايزينكم تبطلوا دعم للناس اللي بتضربهم والناس اللي بتعتدي عليهم وعلى أراضيهم، بس مش أكتر. الحرب اللي دايرة ده يا جماعة حرب مسلمين مع كفار من الآخر يعني. وإيران مسلمة، ودول العرب اللي هم دول الخليج اللي عندهم القواعد دول انتوا مسلمين، المفروض تبقوا مع مين؟ انتوا مع مين يا جماعة؟ هو مين زعلان ان إيران بتعمل كده؟ يعني مين اللي زعلان من اللي إيران بتعمله؟ إيران بتعمل في عدونا كلنا اللي احنا عايزين نعمله. فإيران قايمة بدور المنطقة كلها حقيقي يعني. لكن في ناس زعلانة من ايه مش عارف، ولحساب مين مش عارف. فلا بد تقف مع نفسك وقفة. انت عارف يعني ايه الايام دي اسرائيل بتعلن عن اسرائيل الكبرى؟ يعني هو دايس في الكل. طبعا بقى هم موصلين صورة للعالم وللعرب اللي مش فاهمين. طبعا موصلين لهم صورة ان ايران هي اللي بتبوظ في الشرق الاوسط، او بتبوظ في العرب، او بتضرب في العرب، ومش فارق معاها حد. مع ان ايران صريحة جدا، ايران صريحة جدا جدا، وبتقول انا بضرب القواعد الامريكية اللي في الخليج. بصراحة كده الموضوع خلصان. وطلع قبل كده ممثلين عن دولة ايران واعتذروا لدول الخليج، اعتذروا لهم مثلا عن حاجات حصلت او كده، لان هو مش قاصد مدنيين ولا قاصد حاجة تانية في الدولة غير القواعد الامريكية. هو ده عدوي، هو ده اللي ضربني وانا بضرب في ده. ما انتش عايز نضرب في ده، شيل القواعد دي من عندك. الموضوع خلصان خالص يعني، بسيط جدا يعني، ما فيهوش اي حاجة منطقي. لكن فكرة ان انت بقى تجيب حد يحميك زي الامريكان، وهم يعملوا اللي عملوه وبعدين يخرجوا وينسحبوا من الموضوع ويسيبوك انت تلبس مع ايران، وايران تضرب فيك وانت تضرب في ايران، ويبقى انتوا لبستوا الاثنين، انتوا الاثنين في بعض. هي ده اللي امريكا عايزاه، وهي فعلا بتحاول تعمله، بس الحمد لله لحد دلوقتي لسه ما حصلش. بس ايران بتعلنها صريحة وبتقول انا عدوي كذا وبضرب فيه وبتتعامل معاه. لكن في ناس تانية غفلانة، مع ان هو عدو وعارف انه عدو، هيجي يوم من الايام وهيعاديه. ما تفكرش ان هي بتعدي كده، في يوم من الايام هتعاديه. يعني امريكا واسرائيل والصهيونية عدوة العرب والمسلمين، فلا بد في يوم من الايام انت هتعاديه. امريكا باشا عامله تنويم مغناطيسي لبعض الدول العربيه، لغايه دلوقتي مش فاهمين ولسه مصممين على رايهم. تقول لهم مهما تقول لهم دي معركه كفار مع مسلمين، برضه مفيش فايده. كل اللي هم فاهمينه ان امريكا جايه تحمينا، والمشكله ان هو على ارض الواقع امريكا باعتهم وهربت. بس برضه مش فاهم هم معمول لهم تنويم مغناطيسي ولا ايه. امريكا عامله لكم تنويم مغناطيسي؟ الجماعه العرب اللي هم بعض دول العرب، امريكا منوماه مغناطيسيا. يعني هي امريكا انسحبت عنكم وبعدكم وتخلت عنكم، وانتوا برضه لسه مصممين ان امريكا ممكن تحميكم؟ مش هيحصل. امريكا ما بتحميش حد. مصلحتك معاه او مصلحته معاك هيبقى حبيبك، مصلحته انتهت يبيعك على طول. اخواننا العرب اللي عندهم قواعد امريكيه لسه لحد دلوقتي بيدافعوا عن امريكا ومتمسكين بامريكا، وبيقولوا امريكا اقوى دوله في العالم. طب ما اقوى دوله في العالم ديت ما هي انسحبت اهيت، وايران يعني منعاها تعدي من مضيق هرمز وبتضربها وبتطول فيها. انت بقى متمسك بيها ليه؟ عشم ابليس في الجنه ان امريكا تحميك او تديك اي مصلحه. هم عايزين مصلحتهم بس. فهمتوا الكلام ده؟ فهمتوه؟ ما فهمتوش هتفضلوا ايه في التنويم المغناطيسي ده. امريكا دايما بتتكلم عن نفسها كويس في الاعلام وفي الشهات الاعلاميه، وان هم اقوى دوله والكلام ده كله. ده مش صحيح على فكره. هم وهموا الناس بكده، وفي ناس مصدقاهم. لكن دوله زي ايران دي مش مصدقاهم، ولو مصدقاهم ما كانتش تعمل اللي هي بتعمله وترد عليهم. الحرب اللي دايره ده يا جماعه حرب مسلمين مع كفار من الاخر يعني. وايران مسلمه، ودول العرب اللي هم دول الخليج اللي عندهم القواعد دول انتوا مسلمين، المفروض تبقوا مع مين؟ انتوا مع مين يا جماعه؟ هو انتوا مع الدوله ومع الكيان اللي قتل الاطفال والرجال والشباب وبيحارب المسلمين وبيعلن دولته الكبرى اسرائيل الكبرى من النيل للفرات علني كده؟ يعني هو بيقول انا هحتل ارضكم في يوم من الايام، هحتل ارضكم وهاخدها وبخطط لده وبعمل ليه، وانتوا برضو مصممين ان انتوا تبقوا معاه وعايزين تمشوا في سكته برضو وفي طريقه. ايران مش عايزه منكم دعم يا دول الخليج،
ولا فلسطين ولا اهلها عايزين منكم دعم، بس هم عايزينكم تبطلوا دعم للناس اللي بتضربهم والناس اللي بتعتدي عليهم وعلى اراضيهم، بس مش اكتر. لو مش ناويين تفوقوا اكيد هتيجي حاجه تفوقكم، فلازم تاخدوا بالكم ولازم تفوقوا وتتقوا الله وتراعوا ربنا في المسلمين.